السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا عسلية بتعملي ايه؟ عندنا مجهود جبار يا ولاد النهاردة. والله. وعايزين نعمل بقى فطار كده يعني يدينا طاقة وباور عشان نقدر نمارس بقية اليوم في سلام. النهاردة معانا الفيديو اللي قبل الأخير. قلت اما نعمل شوية لبن بالشعرية كده بالسكر يقوتونا شوية أنا وأبو حسين، كل واحد ياكل له طبق على بال ما دومة وأم دومة يجوا يبقوا ياكلوا براحتهم. أنا حمرتها اهي، وعندي بقى أحط لها شوية مية سواها الأول. ما ينفعش أحطها في اللبن بتروح مقطعة، لا أنا سواها الأول بشوية مية كده دافيين وأغطيها، وأما يا دوبك تشرب المية بتاعتها وشوية وأروح حطها في الحليب. وحط سكر بقى مقدار ما انت عايزه مسكر حط، عايزاه مقريوت شويه حط، براحتك. عندنا شغل النهارده يا ولاد، اقسم بالله هتشوفوا النهارده اليوم مر معانا ازاي. ماشي. نفطر بس كده الاول انا وابو حسام في الفرنده بتاعتنا، في عندنا شويه هوا يتعبوا في ازايز، اي والله. كده تمام استوت اهي. حطها يلا في الحليب يا عسليه. كده تمام، تغلي لها بقى شويه ونغرب بقى ونفطر. ايه عسلية هتعملي ايه النهارده؟ ما دي الفيديو اللي قبل الاخير، اللي قبل فرش الشقة. انتوا عارفين اللي قبل الفرش ده بيبقى فيديو ايه بقى؟ يا خرابي يا عرابي يا خرابي يا عرابي، اي والله. انا غلت غلوتين واطفي بقى، وتعالوا يلا كل واحد نغرب لنا كل واحد طبق، نقعد كده في الفرندا في الهوا ناكله عشان نقوم نسمي الله ونبدأ يومنا بالسلامة. وسلمى يا سلامة، وهنبدأ يومنا بالسلامة. يلا، مع ان محدش جه ساعدني بس معلش. ابو حسام قاعد بره في الطراوه اهو. ايه يا ابو حسام؟ قال اسكتي، هنا شويه هوا. قلت له يلا عشان بعد كده مش هتفطر الا فيها. طلعت الترابيزه دي بره هنت، على بال ما ترابيزه الركنه تيجي. ترابيزه الركنه اللي في الصاله لسه ما جاتش، فاني يعني ايه هصور وكله لسه ما جاتش، هي ميعادها تيجي بكره. ماشي ماشي. اهو شويه شعريه باللبن بس عسل. يلا يا شيكاليتا نتقوت ونحمد ربنا ونقوم نتكل على الله. يلا ندخل بالسلامه كده، نبدا باوضه الركنه، نبقى ننضف بالهبابه ونهب العرش وننزل اي تراب فيه. ما تنسوش تدعوا للثانويه العامه يا ولاد، امان عليكم. ربنا ينجحك يا محمد يا ابن اختي، انت واللي زيك يا رب، وانصرك كده واجعلك سعيد وفرح قلبك يا اختي. اي والله ليا ابن اختي في الثانويه العامه، كلنا قلقانين بسببه. ربنا ينجحه يا رب وينجح خطاه هو وجميع اللي في الثانويه العامه يا رب، وانصركم وما يضيع تعب لكم ابدا. اللهم امين. وانصر اهل السودان واهل فلسطين، وانصركم نصرا يتعجب ليه السماوات والارض. اللهم امين يا رب. هب العرش يا عسليه ونزلي اي تراب. المنطقه اللي فيها دي بصراحه فيها شويه تراب عشان احنا على البحر، والبحر بقى ايه، هوا وتراب وايه ويا دلع دلع. بس انا ايدي فيها يوميا عشان كده تلاقيها نضيفه. لو ركنتها يا منت تلاقي فيها تراب الهبل. الحفظات اهي هطلعها بقى بره عشان اسمي الله، ونبدا يلا واحده واحده نكنس وننضف. كل دي بتاع الركنه اللي في الصاله اهو. يلا بينا يا ولاد. ودي المصاحف، كل الحاجات دي انا هرصها هنا كده، كنت جايباها بس عيناهي لغايه ما همسح بقى وارتب ونفرش واحده واحده. ماشي. ودي فانوس رمضان وحاوي يا وحاوي ايوه. ربنا يبلغكم رمضان يا رب، اللهم امين. لا فاقدين ولا مفقودين. امسحي بقى كل ده، هنمسحه اهو. ايوه كده تمام يا عسليه. امسحي امسحي. اتنفخت النهارده يا ولاد عسليه. اي والله. لعبوا معاون الدومه، ام دومه ودومه طبعا. بس برضه انتوا عارفين ده جو حر بقى وايه. نفض نفض نفض. انا جبت للركنه اللي في الصاله غيشه من فوق، ان شاء الله هجيب لي دي هي كمان. بس انا جبت اللي في الصاله الاول ليه؟ عشان احنا في الصاله ورايحين جايين كل هرسين هيبقى عليه. لا دي هتبقى للطرف كده، اللي ضيف جاي ابو حسام بيدخل يتفرج على الكوره على الملاكمه. ماشي ماشي. والكون ضيوف بس. لكن قعدنا وهرستنا كلها في الصاله اهو. اكنس بقى والم اي ترابيه. على اذنك يا ولاد اشرب شربة ماء. كده تمام اهو. يعني هكنس وامسح. هقوم على الشقة كلها اكنسها وانضفها والفطها وارجع امسح تاني.
بس اخلصها كنسل الاول، عشان اما ابدا في المسح ابدا مره واحده. ايوه، لم يا عسليه. الكبرتيه دي كنت فرشاها في الارض، يعني ندوس عليه. شوف انا جاي لي هديه ايه يا ولاد؟ طقم سرير، جاي لي طقم سرير، جاي لي فوط. اي والله العظيم هديه بمناسبه الشقه الجديده. إلهة السطر والجبر بخاطركم يا اخواتي يا غاليين على قلبي. اي والله يا اخواتي فعلا. خدوا بالكم يا اولاد، انا عايزه اقول لكم على حاجه. الاخت مش الاخت اللي ولدتها امها، لا ابدا. بنت الخالة أخت، بنت الخال أخت، بنت العم أخت، بنت العم والعمة أخت. الأخت فعلا اللي مش شرط إن يكون من دمك. يعني في اخوات كتير مش من دمك، وبيبقوا مخلصين ليكي وحابينك، وبصي وبيبقوا محتارين يعملوا لك ايه عشان يسعدوكي. إلهي ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم دنيا وآخرة. نرجع لمرجوعنا يا ولاد، وندعي للثانوية العامة، ويفرح قلبك يا اختي بابنك يا رب، اللهم امين. وفرحنا بك يا محمد، عشانك الجاتوه كده وحاجة ساقعة. لا مش جاتوه حاجة ساقعة، بس حاجات كتير. ربنا يفرحنا بهم يا رب ويطمنا عليهم. نلم ملينا بقى كلها اللي على السراير، عشان هنفرش ملي تاني. السراير دي تصدقي اللي ما جالهاش طقم جديدة ما يجراش حاجة، الموجود يسد، هنفرش من الموجود. لسه بقى هجيب لهم هجيب لهم اطقم سراير، لان اشهد ان لا اله الا الله. الحمد لله. هم فعلا انا ما عنديش يعني محتاجه 100 سراير هجيب لهم ان شاء الله. ولسه الستاير بقى، يعني هم اللي في الخطه. ويبقى كده خلصنا العدد تحت كامل مكمل. الستاير ونجيب اطقم سراير واجيب لهم ميلي بس. بقول اطقم سراير وميلي. عسليه ما عادش بتجمع يا اولاد، وربنا عسليه خرفت. تعالوا بقى، لسه الصلاه هي برضه هيبها من التراب. شوفوا عامله ازاي. الحافظات كلها على الكنبه في الصاله. المهم نخلص ونكنس وننضف عشان نفرش مره واحده. انا مش هعمل لكم الفيديو ده للفرش. الفيديو الجاي لوحده، لان فيه مواويل وفيه تكتكه وفيه بصوا حاجات كتير. حاجات تحطها على بعض تبقى حاجه واحده. والله لغايه المروحه نفضتها اهي والفضتها، وهتطلعها بره. طلعها بره يا عسليه واخلصي. قلت اما انفضها اطلعها بره. ابو حسام قاعد بره في الفرندا، والله طلعتها وفتحتها له. قال لي هنا شويه هوا عسل. قلت له ما يجراش حاجه، هي تحب تشغلها ما تشغلهاش براحتك. فعلا يا ولاد لما الواحد فرش ارتاح. الاول كل ما بس انا ما كنتش عارفه افرش الا لما اخلص. تيجي تروح تجيب حافظه تلاقي حافظه صغيره عن حافظه، لا ما تلاقيش اللون، ما بصي كل حاجه معطلاكي. ولسه ترابيزه الركن اللي في الصاله دي عند الراجل ما جاتش. يعني في حاجات كتير تلاقيها معطلاكي. والاخر قلت لا ما بديهاش بقى نيفر. الله، لازم افرش. كل حبايبي طالبين مني الفرش. عسلية، عسلية هتفرشي امتى؟ يلا وريني فرش الشقة لما تخلص. قلت لهم حاضر. والله ما عدت متأخرة عليكم يا قلبي. ايوه كده. خلصنا ودخلت اوضه النوم. رخرة نفضتها والفضتها. واطلع بقى، كنت حاطه فيها سجاد المطبخ وسجاد بتاعها، وكله كان محطوط في اي حته كده على ما نخلص. اهو هحطهم على السرير لغايه ما اكنس واخلص. ناس كتير بقت تقول لي السجاده بتاع الركن المطبخ لايقه على الصاله يا عسليه. ما يجراش حاجه، بعدين قدام شويه ابقى اجيب لها واحده حته لونها كده. دي سجاده كمبيوتر انا جايباها للمطبخ. اقول له ما ينفعش حافظه في المطبخ، اقل حاجه تقع عليها تبوظها. وانتوا عارفين المطبخ ما بقاش على قد ايد الواحده بس. ابنك داخل يعمل حاجه، جوزك كده، يعني ما بسكتوش. اللي يوقع حاجه عليها اللي كان. قلت لا، انا اجيب لها سجاده تتحمل الهرس اللي هي الكمبيوتر دي. بصراحه في المطبخ جميله، بتتحمل الهرس كله. لكن ما ينفعش المطبخ حافظات من دي. يلا يا شيكاليت. ومسكت المطبخ النهارده يا ولاد، يا لهوي على اللي عملته في النهارده. مسكت البلاط بالسلكه، والله بالسلكه والفرشه. لان كان واقع فيه اسمها ايه كله، ايام ما كان بيعمل الرخامه. حتت بقت تقع منه كده وبقت لازقه على الارض. قلت لها خليك لغايه ما اخلص واجي اغسل بقى المطبخ غسله كده في التمكمك، اروح ماسكاه بالسلكه. تعالي بقى احط الكراسي بتاعتي كده على السور، عشان هكنس برضو الفرندا اخرى اهي. والحافظات حطها في الشمس.
الشمس بصراحة عندنا من الصبح بدري تلاقيها عندنا الشمس اول ما بتيجي بتسطح في الباب بتاع البرندة، بروح انا مغطيها بحته بطانيه كده قديمه عندي، بروح مغطيها بيها عشان خاطر الشمس ما تخليش يقشر وكده اهو. كده تمام. اظن كده خلصنا اهو. كنسنا الاوض والصاله ولسه ايه البرندة اهي بتتكنس هي كمان. يلا يا عسلية اهي الشمس كده راحت من على الباب. نحوش البطانية بقى بس كده. تعالوا بقى، كنت غاسلة شوية مواعين في المطبخ اهم، ألمهم عشان خاطر ايه لو غسلت تاني احط مكانهم. بروح فرشة فوطة، عندي جاز فوط قدام دي بونبوريه جايلي هدية والله من واحدة صاحبتي. بس ألموني، قلت له حط فيها شوكولاتة كده عسلية، قلت لها يا اندرستان يا قلبي نحط ما نحطش ليه. المهم نلم بقى كل حاجه تروح مكانها، العلب على العلب، البلاستيكات على البلاستيكات، الستانستين على الستانستين، كل حاجه تروح مكانها. يلا يا شيكاليتا. عارفين الفصل المكفيه دي يا ولد كنت متجوزاه به، شوف بقى 30 سنه عندي كنت حاطاها على دار التلاجة. ودي المبخره بتاعتي جبتها وغسلتها عشان نجيب لها بخور بقى ونبقى نبخرها جنبنا واحنا في المطبخ بنشتغل كده. انا احب انواع البخور موت، اي والله احب ريحته واحب اولعه كده. لمينا فوطنا وتعالوا يلا نلم حاجتنا ونعينها. عندي طبقين اهم، بعد ما خلصت بقى كنس في الشقه قلت اما ادخل اغسلهم عشان المهم اكفوهم ينشفهم، عشان لما ادخل المطبخ ما يبقاش فيه اي حاجه. ابدا اغسل الرخامات بقى وكل والمطبخ ما يبقاش عندي اي مواعين. هات شويه برسيلي عسلي، ايوه شاطر. عبيت الازاز وفضل عندي شويه في الجردل بجيب منهم على طول تحت الحوض اهم. وشويه مواعين بوصات كده حلو. اغسلي اغسلي. بقول لكم ايه، عايزاكم تقوموا الوقت تجيبوا عليها وطيها، تبقى عندكم شويه طاقه وباور كده وتمسكوا الشقه بتاعتكم غسيل ومكوى. اغسلوا يلا ونضفوا. الصيف ده كل لما بتغسلي وتنضفي بتحسي البيت طراوه، تحسي روحه خفيف وحلو، وتبقى قاعده ريحته حلوه كده. وشويه معطر معطر في قلب الميه وانت بتمسحي كده. شويه اللهم صل على النبي فينيك. الفينيك بيبقى ريحته جميله يا ولاد والله. وريحته تحسي ان ريحه البيت بتهفهف عليكي من النظافه. يموت لك نملية اي حاجه ما بخليش. دايما حطيه في التنظيف هو المعطر. انا الحمد لله ما عنديش حاجه، انا بحط دايما معطر في الميه. كده تمام كده تمام. اغسلي البراد بتاعك يا عسليه ونضفه والفطي يلا. بتقول لكم ايه؟ بقول لكم دايما وانتوا شغالين وانتوا نايمين دايما استغفروا ربنا. املوا بقكم دايما بالاستغفار. كل ما تستغفري وتدعي ربنا والله يتقبل منك. استغفري وادعي، استغفري وادعي واحمدي ربنا. احمدي ربنا على كل حاجه انت فيها، على الحلو والمر والوحش وكل حاجه انت بتمر فيها. قولي الحمد لله على ما جايبك يا رب. كل لما تحمدي ربنا كل لما ربنا يزيدك من نعيمه، يقف جنبك في كل حاجه. كل لما تقولي يا رب ربنا يسخر لك عباد بصي يقضي لك حاجتك. انا ده اقول يا رب 30 سنه عمري ما يأست. عارفين يعني ايه 30 سنه؟ ادعي من ربنا ان يبقى لي بيت 30 سنه. يعني ما فيش واحده تدعي مره والتانيه يمكن تقول لك خلاص. لا، انا 30 سنه بقيت اصلي وادعي واقول يا رب، يا رب اجيب بيت لعيالي واقفل عليهم واطمئن عليهم ان شاء الله اموت بعدها مع السلامه، محدش عايزني بقى خلاص. بس اقفل على بيتي على ولادي على ماشي. يعني دايما استغفروا ربنا يا ولاد. اوعوا تيأسوا من رحمه ربنا. اسالوني 30 سنه ياما مر بيا من ازمات، من كل اللي يخطر على بالكم انا مريت بيه وعمري ما يأست. دايما اقول يا رب. كنت انام كل يوم على المخده ويمكن دمعتي نازله منها واقول يا رب، يا رب انصرني لو بعد حين، يا رب اكبر بخاطري، يا رب اقف جنبي، يا رب يسر لي اموري، يا رب ارزقني، يا رب وفاني في حياتي، يا رب خلي لي ولادي، يا رب اشفهم لي من كل مرض. دايما ادعوا وقولوا يا رب. خلصنا غسيل، غسلنا مسحنا الحوض والرخامه. يلا تعالوا ندخل بقى على دور ايه المسح يا ولاد. حطي يا عسلية، حطي معطر، حطي لو عندك قرار حطي، بس القرار جبت حافظ بتاع جديد ايه يا ولاد؟ انتوا عمالين تقولوا لي انت بتجيبي بتاع الحمام لا يا ولاد انا عندي شرشوبتين بس زي بعض. يعني بدخل دي الحمام جايب التانية، انتوا فاكرين كلية واحدة؟ قلت لا والله انا مغيرة جايبة واحدة شكل تاني. الكل بيفتكرها ان هي واحدة، انا عندي اتنين وهوريهولكوا في وقت.
كنت جايبه دي جديده، قلت مش هستعملها الا لما اغسل بقى الخزان، بس هغسل بقى النهارده وهمسح. قلت يلا تعالي، والله هي غاليه لما اسحبك النهارده. رحت جايباها، بس ما شاء الله احسن من الشرشوب، يعني اللي يحب يجيب دي احسن من الشرشوب. اهو مسحتها بس كده يد، انا كل يوم على الله بكنسها وامسحها. اهو دخلت اوضه الاطفال كمان. اوضه الاطفال انا جايبه لها مشايه واحده، لانني هجيب دولاب من فرزها للباب كده، هجيب دولاب. ولو لقيت حته سراحه برضو صغيره كده اجيبها من بين جوز السراير وبعض، او بوفيه او كومودين. ماشي. بس لسه ما بعتش النيش والحاجات دي، عشان انا اما ابيعهم هجيب مكانهم يعني. ماشي ماشي. خلينا متفقين واحده واحده كده، بنمشي واحده واحده. يلا يا شيكاليتا، مسحنا الغرفه التانية، تعالوا بقى نمسح الصاله وناخدها واحنا ماشيين كده. ايوه. دايما لما يكون ايدك في المكان بتبقى حتتك نظيفة، كل يوم سهل عليك. ما تركنيش الحاجة باليوم الاتنين، لا، كل يوم على الله كنسي وبالشرشبة وراكي كده. لا تلاقي ترابية ولا تلاقي اي حاجة ولا مجهودة عليكي تاني مرة. ماشي، شايفة نظيفة ازاي؟ عشان اني ايدي فيها كل يوم. اهو كده خلصنا الصالة. هندخل على ايه تاني يا عسلية؟ ادي احنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة. واحدة واحدة يا ملواني، وراكوا حاجة؟ لا، مع بعض انتوا مع عسلية. نقعد نتكلم شوية، نحكي ونقول. ويا قعدتي على عتابي ولا قعدتي عند احبابي. يعني اما اقعد على بيبي ما اروح، عشان ما اروحش لحد. ونقول يا بختي من بكاني ولا بكى الناس عليا، وضحكني ولا ضحك الناس عليا. ونقول يا داري يا مداري يا عاري. عارفين الامثال دي يا ولاد؟ كانت ام وامكم وست وستكم كانوا بيقولوها. يعني بمعنى لو انا عامله حلو ووحش في دار اهي مداريه، بدل ما اعمل عند حد. وقعدتي عند عتابي، بقول لكم البتاع كان صبع يوم. بدل ما اقعد عند احبابي، يعني اقعد على عتبة بيتي او في بيتي، بدل ما اروح اقعد عند الناس. يعني هم احبابي بس مش هيتحملوكي. لا تحملوكي اليوم مش هيتحملوكوا التاني. دايما انا كنت مقتصره في بيتي، ما كنتش بروح شمالا ولا يمينا ولا بطلع. اي والله العظيم. كل الناس كانت تفتكرني انني مانيش هنا، ان انا غضبانه، انني مانيش في البيت. والله العظيم. ايه يا سلام، بنشوفكش فين، انت فين؟ اقول لهم والله في البيت يا عم، ما اخرجش، اخرج اروح فين يعني؟ لحد اروح الف اروح فين مثلا؟ ما بخرجش الا للظروف. مسكت البوتاجاز بتاعي، رشيته شويه فلاش من اللي قلبك يحبه. ده الفلاش غلا يا ولاد، بقت ب80 وب60 وب70. ايه ده؟ كنت بجيبها ب30 جنيه الواحده. ده مرار طافح. يلا ربنا يهونها علينا جميعا يا رب. قولوا يا رب يا ولاد، اوعوا تيأسوا من رحمة ربنا، كل يوم قولوا يا رب. شفتوا بقى؟ خلصتوا غسيل اهو وجلته وبقى يبرق. تعالوا بقى نمسحه بهدمة كده نضيفه اهو. ونشرب شربة ماء. دي حتة قماشة قطن، بصوا بمسح بها واشطفها وانشف، بتخلي الحاجة في ايدك ايه؟ شفتم بربرق. يلا يا عسلية، تعالوا بقى الرخامة بتاعتي برضو شوية بيريل كده، ومسكتها ايه بقى، حتتك بتتك نضفتها. اه. ركنت عليها حاجة كان يماني، مع اني يوميا بمسحها بهدمة نضيفة، بس بخاطر اهو. شايفين؟ قامت عليها كلها غسلتها، وهتقوم عليها تمسحها بقى تاني. يلا اللي عكتي نضفيه. اهي. هتمسكها بقى بايه اهو، تشم ريحة النظافة تفوقي. اه والله. شايفين؟ بريل. بريل من اللي انا عاملاه عليه رغوه. يلا يا شيكاريتا، نضف يا بلوزه، نضف حاضر يا ماما. نضفي يا بلوزه. اتنفخت. والله الولاد دي صعبانه عليا، اقسم بالله. بالله صعبانه عليا. شفتم؟ عادت بتبرق. تعالوا اما نجيب شويه بريل في الازازه ده اهي، عشان تبقى في ايدينا. عشان لسه الارضيه بقى ايه، هنمسكها حاجتك بتتك بتتك حاجتك بالسلكه. يلا يا عسليه، اقعدي. اقعدي يا قلبي. هغسل الرخامه دي كمان، لسه ما اتغسلتش اهي. ايوه. وجبت وجبت بتاع يا ولاد اهي، من اللي بشد بها الميه من على الرخامه. مساحه. اه والله. كنت بشتري شويه حاجات انا وبنتي، قالت لي يا ماما هاتلك مساحه من ده للرخامه. قلت لها نجيب، ما نجيبش ليه، هاتي اهي.
جبته. شوفي في ثانية تلملك اشطفي بمية ولمي في ثواني. ايوه بس كده. يلا يا قلبي، يلا مولك مولي يا عسلية. ده لسه اعمل لهم الغدا. كله تمام بس كده. يلا. هتعمل ايه تاني الولية دي يا ولاد؟ هتعمل ايه؟ هتقعد على الارض بقى وتستربع. هتشوفوها دلوقتي. مش بقول لكم اتنفخت الولايه دي اهو. قعدت بقى يا قلبي على الارض وحطت بريل ومسكت السلكه. خلت البلاط ما فيش فيه الهوايه. والله. ايه يا عم رايح فين؟ قلت له طب تعالى هات لي ازازه ميه نبك صواب. ايوه ايوه عشان ترغي الصابون كده يجري قدامي. وادلق ميه واغسل وادلق واغسل بالسلكه اهي. حشت كل بقعه فيه. اعمل ايه بقى تاني؟ تلاقي ميه عسليه اتدلق اهي. عشان همسك بقى وشويه بريل وبالفرشه بقى. ايوه. شايفين؟ غسلت بالسلكه. لا قلت لها الفرشه دي ما تنفعش، نجيب الفرشه اللي بالايد. دوما قال لي يا تيتي. قلت له نعم يا قلبي. قال لي انا عايزه اعمل بيها. قلت له انا بغسل هدوم ما تعطلناش. تعالى هات لي ازازتين ميه واحدفهم على ايدي. يلا. عايز كل ما يكون تيتا بتعمل حاجه ايده بايدها كده. اي والله ما بيرتاحش الا لما يكون حاطط ايده في ايده في كل حاجه. شفتم؟ هو هيرتاح الا اجيب المساحه واعمل معايا عشان يسكت. قلت له بس هات ازازه ميه كده بس هات يا دوم. يقول له انا عايز الفرشه اللي بدك اغسل انا يا تيتا. تغسل انت؟ طب انا هعمل ايه هاني؟ طب هات المساحه بقى واعمل بيها. اهو قلت له طب هات شويه بريل وحطهم. قال لي ماشي. طب هات لي ازازه ميه وادلقها قدامي. اهو قال لي ماشي. بس انا عايز اعمل بالفرشه أنا. قلت له هقول لك على فكاري. قال لي ايه؟ قلت له هات المساحه اجري. هات المساحه يا واد واعمل واسكت. قال لي ماشي. اللي سكت وخلاه سكت انه قلت له طب هات المساحه. عايز ياخد اللي في ايدي يعمل بقى هو. اه يا قلبي تيتا ونني عين تيتا من جوه يا دوما. اهو قلت له هات بقى ودي كده على ماما عند الحمام. ايوه وهي تلم بالشرشوبه علينا. يلا شد شد شد. ايوه زق عند ماما زق زق. هو يزق لها وهي تلم علينا. مسكتها بارضيه بصراحه. خليتها ايه بتبرق. يلا يا شيكاليتا. شايفين؟ نظافه يا ولاد نظافه عشان هفرش بقى. اهو. قال لي هاتي عشان اراضيهم وما يزعلوش ادت له الفرشه. اي والله. قلت له طب هات يابا وانا هلماني. قال لي والنبي يا تيتا تجيب الفرشه اغسل يا تيتا. قلت له خدي بس بعد ما خلصت بقى. حبيت اراضيه يعني عشان ما يزعلش. اهو هو عايز يعمل زي ما كنت بعمل. قلت له حتى يقعد اغسل اغسل. قال لي اهو يا تيتا كده يا تيتا. قلت له ايوه كده. وانا مخلصه اصلا. بس اهو. ادي شويه طاقه وباور الواد عشان يبقى مبسوط. ومسكت المطبخ بقى مسكته بقى بالفرشه مسحته ونضفته. ايوه بس كده. شايفين بقى بيبرق وما فيش فيه اي حاجه. والرخامه غسلتها وغسلت كل والبوتاجاز اتغسل. كده البيت استحمى. كانك انت وديتيه البحر نضفتيه وجيت. اي والله. يلا بس يا عسلية والله هبطي. هروح اغسل الحمام واخد لي شاور عشان خاطر ايه بقى نعمل لهم الغدا. ايوه كان لسه البرندة ما مسحتهاش. شوف ابو حسام قاعد فين في الهوا. قاعد في الهوا انت يا حلو. قلت له اسكت يا دموع ما تدلقش ميه. قال لي ادلقت. قلت له لا ما تدلقهاش انا ماسحه البرندة الصبح بدل همشي بس الشرشوبه فيها كده وخلاص اهو. كده تمام حلو قوي. يبقى لسه ايه معانا يا ولاد كتر خيرهم قوي كده. اعمل لهم يتغدوا بقى. اي والله. بس لسه الحمام هعمله ما غسلتوش بصراحه. بعد ما اغسل الحمام اروح مغيره هدومي واخد لي شاور حلو كده عشان ايه ابدا في الغدا ونبدا بقى نشوف ورانا ايه تاني. يلا يا شيكاليتا. كل حاجه طلعتها في الشمس. حلاوه الفرندا عندي ان الشمس فيها من صباحيه ربنا لما للظهر تطلعي تحمص كل حاجه غسلتها وبقيت اجيبها كفاف اللي اهو. ورشات الميه كمان قدام البيت في الشارع. شوف الحمام كله اتغسل واتجلى واتنضف بالسلكه والحوض وكله. بصراحه كله عاد قليصه اللانش. واشطب بقى بالشفاط كده. ايوه. يلا يا عسليه لمي بقى كده. يتغسل كله بالسلكه وبالفرشه كمان اهو. كده تمام كده تمام اشطفي بقى. ايوه.
شايفه؟ بس كده. يلا يا شيكاليتا. بس يا عسلية، والله ما قصرتي يا اختي، والله ما قصرتي. كده خلاويص. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني الخطوة الجاية يا ولاد. يلا سيبكم بقى 5 دقايق كده غير هدوم واخد شاور ونرجع تاني نواصل بعد الفاصل. ووصلنا بعد الفاصل وقلنا نواصل. تعالوا عندنا عيش اهو، هنعمل بقى حواوشي. تاكلوا ايه يا ولاد؟ قالوا عايزين حواوشي بعد الهدة دي، وعايزين تخلوه يوم تاني. قالوا لا ملناش فيه، احنا عايزين حواوشي. قلت لهم يو اندرستان يا قلبي، حواوشي حواوشي. لا ده احنا كتر خيرنا النهارده يا حواوشي، ما يجراش حاجه. معايا طبقين لحمه مفرومه اهو. تعالوا بقى هنروح على الحوض. معايا بقى ايه يعني، دي كيلو لحمه مفروم، عليها كيلو فلفل، عليها كيلو بصل. يعني تحط الضعف، بس انا مش حاطه كيلوات يعني. حطيت حوالي نص كيلو فلفل، حطيت حوالي نص كيلو بصل، حطيت ربطة شبت، حطيت ايه تاني عسلية بس. ورحت لي جايه غسلاهم ومنضفاهم ومقلفطاهم تحت الحوض. حطيت فلفل احمر على اخضر بقى عشان يخلي لونه ايه، عسل. ايوه كده. شايفين؟ نضفيه حلو كويس. وربطة الشبت برضو جبت ربطة شبت، يعني ايه، تعزز الطعم معانا كده. بس كان ايه يا ولاد، وجايبه معايا حوالي 4 حبايات طماطم. ايوه كده بعزز الطعم. جربي حطي طماطم في الخلطه كده هتخليها لك عسل. بس مش طماطم طماطم، لا هما حبيتين. يعني لو عامله نص كيلو لحمه مفرومه حط عليه حبايه طماطم. رحنا عند الكبه بقى، يلا نقطع كل هذا وذاك، حتتك بتتك وبتتك حتتك. اهو كله نقطع. ماشي ماشي. عشان خاطر بقى نقلب بقى ونحط بهاراتنا وايه وعيشي. يلا يا قلبي. نعامي نعامي البصل حلو كده. شايفين؟ ايوه هو ده مطلوب اثباته. حلو قوي كده يا عسلية. نكمل الباقي. يلا يا قلبي. انا حاطه حوالي يعني 4 بصلات كبار او 5 على الكيلو اللحم. وحاطه حزمة شبت صغيرة. وحاطه 4 طماطميات. وحاطه اللهم صل على النبي فلفل زي ما انتوا شايفين كده، احمر على اخضر. واحط شوفهم. يا خسارة عيونك الحلية يا شيبوب. عيونها بتحرق من البصل والشط. عماله تقول لي ام دوم هيبقى حر يا ماما، مش هنعرف ناكله، الفلفل بتاعك كتير. قلت لها خدي الباقي اهو، ما عدتش حط. ما طلعش حر ولا حاجه، يعني حر نبذه بسيطه. حتى دوما ياكل يقول لي حر يا تيتا. اقول لا ما هوش حر، الكاتشب اللي حر، وبموت في الكاتشب. قال لي يا تيتا ده اللي حر. قلت له لا اسكت، الكاتشب اللي حار ما تاكلش كاتشب. يقول لي لا هو ده اللي حار. قلت له لا كل، بس يعني هو مش حر فعلا، هو فيه نبذه بسيطه يعني سن. حطت بابريكا على كزبره على كمون على بتاع شطه على اللهم صل على النبي الخلطه اللي انا عاملاها، على شويه فلفل اسمر. ولو عندك كبابه صيني مطحونه حطي. رشه جوز الطيب حطي. ولو ريحه قرفه حط عشان الزفاره بتاع اللحمه. وكده تمام قوي. تعالوا بقى هنعمل ايه، 2 مكعبات مرق الدجاج ماجي. اهو. حلو قوي يا عسليه، انزلي بقى باللحمه. حطيتي ملحك. دي بقى حطيت ايه حوالي معلقه توم كده، يعني جبنه عصاره البرطمان. اهو نغسله بقى عشان نحط في كيس تاني. ننزل بقى باللحمه بتاعتنا. يلا يا قلبي، لا مش بينفعش بالمعلقه، انزلي بجهد امك وابوكي من يوم ما جابوكي. ايوه حتتك بتتك وبتتك حتتك. ادعاك عجينه يا عسليه عجينه. شوفي خلتها كلها ما تتعرفش من بعضها. كله دخل في بعضه. بس كانت ريحتها جميله وطعمها. العيش بقى انا جبت عيش يعني ما عجنتش بقى، قلت ما هوش ده يوم العجين وكده. عندي عيش اهوت من اللي بيجي جاهز ده بتاع الرده. او عيش من اللي تلاقيه نص سوا. وعملته بصراحه اهو. وكترت فيه لحمه وايه، قلت لهم يلا تستاهلوا هبطوا النهارده. كده تمام كده تمام. رص رص ومليناهم كلك لحم. وسوتهم على البوتاجاز. اي والله سوتهم على البوتاجاز، يعني ما سويناهمش في الفرن. على بال ما هم بيستووا واحنا بعمل جنبهم شغل. عشان خاطر ما نضيعش وقت كده خلاص. في الطاسه على النار اهو. ورحت بقى مسوي ادهن زيت من الجهادي والجهادي وهض النار. عشان خاطر ايه اللحمه اللي فيه تستوي. كده تمام. يلا يا شيكاليت حلو كده. بس.
وهد النار بقى، خلاها ايه حلوة كده هادية عشان يستوى ويتقرمش وما يتحرقش منك واللحمة تفضل طرية. كده خلصنا. نسيبه بقى يستوى على مهله ونسوي فيه. وتعالوا نعمل طبق طحينة جنب مننا على الأكل. معايا طبق طحينة اهو، يعني شوية طحينة كانوا عندي في التلاجة. وما عندي بقى رشة كمون، رشة فلفل أسمر، رشة توم باودر، رشة وعاية ليمونة، معلقتين خل، ذرة ملح. ما عنديش بقى زبادي طبعا. المهم هعمل من موجود اهو. عشان ما كانت في التلاجة الطحينة جامدة، بعد كده ما تحطهاش في التلاجة. وحطيتها في التلاجة دي، حطت بنتي، قلت لها انت كنت حاطه الطحينة في التلاجة؟ قالت اه. قلت لها انا ما بحطهاش في التلاجة، التلاجة بتنشفها. قالت لا انا حطيتها في التلاجة. المهم عملت لها شويه ميه دافين عشان تفك. وفكت والحمد لله اهي. وعملنا طبق حلو كده تمام محترم، طبقين يعني. طبقين طحينه، على طبقين كاتشب، على حواوشي، على طبق سلطه، على طبق مخلل. واتغدينا وحمدنا ربنا. واليوم ده بعد تعب اليوم والتنظيف بقى. انتظروني الفيديو الجاي يا ولاد، فيديو الفرش. عايزاكوا ايه اللي وصل معايا لعندي هنا يعمل لايك وشير. وينتظرني ضروري الفرش. ما تنسوش تجددوا الاشتراك عشان يوصلكوا كل ما هو جديد. والحواوشي خلص وخد لك 2 في الهوا. اهو صلى على النبي. بألف صحة على اللي كال وبألف صحة على اللي شاف. يلا يا شيكاليطة، ما تنساش تدعي لكل مريض ربنا يشفيه. وكل متوفي ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذرية الصالحة ان ربنا يكرمه ويرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في فيديو جديد.